انا كشخص من الفئه محدوده معدومة الدخل، وكواحد عدى سن ال 15 عموما طلعت بطاقة بيبقى ليا احتياجات مهمة لازم اجيبها، والحاجات دي طبعا ما بتجيش بالساهل. لازم تنزل شغل في اغرب الاماكن مع اغرب الناس لمدة اسابيع او حتى شهور عشان تجيب فلوس تجيب بيها الحاجات دي اللي بالنسبة لناس كتير هي رفاهية، لكن بالنسبة لنا احنا هي حياة او موت. عشان كده هحكي لكم النهارده واحدة من اغرب قصص الكوميديا السوداء اللي هتسمعوها في حياتكم. فيلا بينا علشان ما اطولش عليك وندخل في عشوائيات الشغل. قبل ما ابدا بس انا بعتذر عن الفتره اللي انا غبت فيها ديت، كان عندي 3 شهور امتحانات حرفيا، مش عارف في الجامعه احنا طلاب ولا عبيد. وحاجه تانية، يا ريت تتابعوني على باقي المنصات، كل اللينكات تحت في الديسكربشن. وبس يلا بينا نبدا. وحاجه كمان نسيت اقول لكم عليها، معلش. انا عملت قناه جديده تانية للجيمنج اسمها فتحي سلامانكا، فاي حد بيحب الجيمز يدخل يعمل لي سبسكرايب عليها. لو ما تعرفوش، اول موبايل مسكته في حياتي كان انفينكس هوت 2. موبايل ما تفرقش ما بينه وما بين الكنبه، بس واحد ماسكه في 2020 ده انت كده ملك، تقدر تشيل عليه صورتين مستريح. انت مستوعب؟ دي نقله في حد ذاتها. وكان بيشغل كل الالعاب برضه الترا لو 2 فريم، بس على الاقل كان ماشيين لغايه اما اجيب حاجه احسن. المهم عدى سنتين وخلاص كان الموبايل بيشطب، بدل ما كان بيشيل صورتين بقى بيشيل نفسه. كان بيشغل الالعاب حتى لو على لو، دلوقتي الالعاب هي اللي بتشغله عندها. فساعتها طبعا انا جبت اخري، صحابي كلهم بيلعبوا بابجي وبيس وفيفا ومش عارف ايه، وانا لو فتحت واتساب الموبايل بيسخن تقريبا، فاكره فقررت ان انزل شغل عشان اجيب موبايل تاني، مع ان اهلي كانوا رافضين الفكره نوعا ما، بس الحمد لله اقنعتهم ونزلت. انا وواحد صاحبي نزلنا ندور على شغل اول لما خدنا الاجازه على طول، وكواحد عنده بالكتير 16 سنه طبعا ما فيش شغل طبيعي في مصر في السن ده، فدورت كتير قوي لغايه اما كنت خلاص هفقد الامل من كتر ما احنا مش لاقيين اي حاجه نشتغلها، وكل الناس مش عايزين حد، وكل المحلات مكتفيه، وكل الشركات مش هتقبلنا، وكل المصانع مليانه ناس. لغايه اما لقيت حاجه بتطلع نور من بعيد كده، افتكرته النور اللي في اخر الطريق الضلمه، افتكرته الامل وسط العتمه. طلع انعكاس الشمس من زلحه حنف. طبعا هو اسمه حاجه تانية، بس احنا طبعا فيديوهاتنا بدون ذكر اسماء اطلاقا زي ما انتم عارفين، فاي اسم هذكره في الفيديو دوت هو مش حقيقي اطلاقا. المهم لقينا واحد بيندهنا من بعيد انا وصاحبي، قال لنا انتوا عايزين تشتغلوا؟ قلنا له اه اكيد. قال لنا طب ما تيجوا المصنع ده. قلنا له ده مصنع ايه؟ قال لنا ده مصنع ادوات كهربائيه والشغل فيه بسيط على قد سنكم. احنا بصينا لبعض كده ساعتها وقلنا بكام، بس احنا طبعا مش هنعترض، احنا لو كنا سمعنا 1000 جنيه كنا هنبوس ايدينا وش وظهر. احنا طلع عين ابونا في الشمس عشان يا دوب نلاقي شغل ومش لاقيين، وكمان لما نلاقي هنتبطر على الفلوس، ده احنا نبقى بجحين فشخ يعني. المهم حنفي قال لنا تعالوا اسالوا المدير تاني يوم. قلنا له ماشي. رحنا تاني يوم للمدير وقلنا له عايزين نشتغل والمرتب كام والشغل عباره عن ايه والكلام ده. قال لنا الشغل بسيط، انت هتمسك مكوه، هتلحم سلوك جوه لمبه، او هتغلف لمبه، او ما كناش نعرف ان مفيش عندهم كلمه او، هو غالبا كان قصده عشان احنا حرفيا بنعمل كل حاجه جوه اللمبه، بنعمل البورده بتاعتها، بنعمل العلب، بنعمل البلاستيك، وبنقفل وبنغلف. اقول لكم خلينا ما نستبقش الاحداث. احنا اول لما المدير قال لنا الموضوع هيبقى بسيط فقلنا خلاص ماشي. المهم يكون المرتب مجزي بعد كل ده. طلع المرتب 2000 ونص، احنا الاكل والشرب والمواصلات لوحدهم 3000، يعني غالبا انا اللي هدفع من جيبي على الشغل بس قلنا ماشي. المهم قال لنا هتشتغلوا من بكره وجهزوا نفسكم والحوارات دي. قلنا له تمام، وروحنا نمنا بدري علشان نصحى بدري والكلام ده كله. ظبطت المنبه الساعه 6 علشان انا معادي هناك في المصنع 8، اللي هو الحق اقوم البس اكل اي حاجه وكده قبل ما اروح يعني. وجس وات، صحيت الساعة 7:30. لو ما تعرفوش ايه الوحش في كده، انا الفرق بيني وبين المصنع زي الفرق ما بين دجلة والفرات. خرجت من بيتي ساعتها وانا لابس مش لابس، ونزلت فتحت سبرنت اسرع من امبابي عشان يا دوب الحق. وبعد كل دوت وصلت الشغل الساعه 8 وربع، بس الحمد لله كان المدير لسه ما جاش، عشان لو كان جه كان من اول يوم اترفدنا. المهم لما المدير جه احنا ساعتها بدأنا بقى، وفعلا كان الشغل خفيف زي ما حنفي قال، يا دوب بتقفل اللمبه وتحطها في الكرتونه، وبعدين تشيل الكرتونه اللي وزنها اطنان وتنزل بيها توديها للمخزن. ولو ما قدرتش تشيل الكرتونه قابل بقى، ممكن يخصموا لك، ممكن يرفدوك، ممكن يقتلوه، فهتضطر تشيل غصب عنك حتى لو جالك انزلاق عشان خاطر تجيب الموبايل الجديد اللي مش عارف هستفاد بيه ايه وانا ظهري بايظ. وبغض النظر عن الشيل التقيل بقى، عارفين مين واقف جنبي بيقفل معايا لمبات؟ حنفي. عارفين مين اللي بيشيل الكراتين معانا؟ حنفي. عارفين مين لما نزلنا تحت في قسم البرد بتاعت اللمبات لقيناه؟ حنفي. حنفي في المصنع دوت عامل زي بيومي فؤاد في 2022، ممكن تدخل حمام المصنع تلاقيه هو الحوض. كنت خايف اروح اطلب اجازه من المدير يقوم قلع الماسك والاقيه حنفي انا بجد مش عارف الفتره دي عدت ازاي، بس كل اللي انا فاكره ان هو كان شهر وعدى والحمد لله جبت الموبايل. والحمد لله بدل ما كان الموبايل القديم بيشيل 2 دوت بيشيل 4، وباظ هو كمان برضه، دلوقتي بصور بموبايل تالت اصلا. بس يلا، دي كانت القصه الاولى بس في حياتي في الشغل، واول شغلانه اشتغلتها. المهم الفيديو دوت قصير وبسيط، انا بس كنت
بسخن كده علشان نرجع على نظافه ان شاء الله. انما لو عايزين باقي قصص الشغل اكتبوا لي تحت في الكومنتس ضروري، وانا هشوف فعلا لو الفيديو دوت جايب فيوز ولايكات وكده وعجبكم ان شاء الله هعمل جزء تاني. وبس اسف كمان مره على الغيبه بالشكل دوت، وان شاء الله هحاول ما اغيبش فتره زي كده تاني. وفي نفس الوقت انا عملت بيج على فيسبوك على فكره، فما تنساش تتابعني عليها وتتابعني على بقيه المنصات. كل اللينكات تحت في الديسكريبشن. واتمنى يكون الفيديو كان خفيف لطيف عليكم وعجبكم كلكم. وبس كده، سلام.